الدنيا مقلوبه في ريال مدريد من الاخر كده يا محمد. الراجل ده مش عايز يرجع ريال مدريد، هو ما بيحبش النادي يعني، مش جاي مع عايز يكمل. طيب واحده واحده كده، اللي اتقال ان الراجل ده عمل مكالمه جميله جدا مع جوزيه مورينيو، وخرج من المكالمه دي بيقول يا جماعه انا عايز اكمل سنه هناك كمان. يعني معلش، ما الموضوع اللي وراه ده ملوش علاقه، بس انا ما لقيتش حاجه اجمل من كده اشرح لك عليه. ابنائنا نعمل ايه؟ فالموضوع واضح وصريح، الراجل ده بيلعب مع نادي عاملين مشروع كويس تحت قيادة مدرب كويس فابريجاز، موصلهم ان هم يلعبوا دوري ابطال اوروبا، والراجل ده نجم الفريق وكابتن الفريق وكلمته مسموعة، والراجل بيلعب اساسي، والراجل هو اللي المعتمدين عليه بشكل كامل اصلا في الفرقة. هو الموضوع ملوش علاقة بريال مدريد وهو بيحب ريال مدريد ولا لا يا عم. حتى لو بيحب ريال مدريد، الراجل متقدر هناك، الراجل هيلعب دوري ابطال، الراجل قائد الفريق، الراجل المشروع كله معمول على اساسه. كل ده ويسيب كل ده ويجي يقعد لك على الدكه؟ ما هو معنى ان هو يقفل المكالمه مع مورينيو ويقول انا عايز اكمل سنه هناك كمان، ان مورينيو بشكل كبير قال له ان انت يا عم حتى لو شاركت مش هتكون يعني محور الكون. انا الصراحه مع راي الراجل ده، الراجل ده لو هيجي يقعد على الدكه فلا، يخليه هناك احسن ومستواه بيتطور اكتر واكتر. ما تبقى تعتمد عليه بشكل اساسي، ابقى هاته.